أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالتفاصيل أصالة تفاجئ جمهورها في باريس بأداء غير متوقع. أحيت النجمة السورية أصالة نصر حفلا وصفا بالتاريخي على مسرح لودوم دو باريس في العاصمة الفرنسية باريس بحضور تجاوز 6000 متفرج بعد نفاذ جميع التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها. وقدمت أصالة خلال حفل باقة مميزة من أشهر أغانيها، حيث غنت 18 أغنية بعدة لهجات عربية شملت السورية والمصرية والخليجية والمغربية والجزائرية والتونسية، مما لقى تفاعلا كبيرا من الجمهور. وفاجأت أصالة الحاضرين بأدائها لأغنية يا رايح ومسافر، والتي اشتهر بها الراحل رشيد طه إلى جانب أغنية سيدي منصور من التراث التونسي وأغنية هي. كما قدمت مجموعة من أبرز أعمالها، من بينها هي شكرا، سواها قلبي، أسفة، يا مجنون، جابوا سيرته، فوق، يسمحولي الكل، قد الحروف، عقوبة، إنسان، بنت أكابر، سامحتك، غلبان، وذلك الغبي. وتألقت أصالة خلال الحفل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا من تصميم السوري مسنى الحاج علي مع مكياج محمد الحداد وتصفيف شعر باتريك، وبينما تولى التصوير محمد فيفيد. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.